المصايب ما بتجيش لوحدها. بعد وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، بدل ما الدنيا تهدى وتصبر القلوب، لقينا نار خلافات بتولع وبتاكل في ذكرى شاب كان له مكانة في قلوب كتير. القصة دي مش مجرد حزن على موت لاعب، دي دراما إنسانية معقدة فصولها بتتكشف على الملأ. بعد ما ترند بنت الريس هز السوشيال ميديا، صفحة باسم الدكتورة تطلق اتهامات وتحليلات صادمة. من قلب بيته طلعت صرخات بتقول كلام صعب وموجع، أصوات من عيلة شيكا وبالذات من والدته بتقول إن اللي بان للناس ده مش كل الحقيقة. لكن اللافت هو ظهور إحدى الصفحات وتحت اسم الدكتورة اللي قدمت اتهامات وتحليلات للحالة وبدأت توجه سهام نقد قاسية لأرملة شيكا. اتهامات بتقطع القلب وصراع على المكشوف. الاتهامات دي بتقول إنها أثرت في رعايته وهو مريض، وإنها ما كانتش بتجيب ممرضة ترعاه، وإنه كان بياكل أكل مش مناسب لحالته الصحية، وإن موبايله ما كانش المفروض يكون معاه وهو في العناية المركزة. الصوت ده بيكمل وبيقول إن في سوء إدارة لأموال شيكا، وإن في خلافات مريرة على الميراث، وإن حقه وحق أمه وإخواته ضاع. اتهامات إنها كانت بتستغل مرضه وحزنه عشان تظهر في الإعلام وتلم تعاطف ومكاسب مالية، وده بان في صورها اللي كانت بتتصورها جنبه وهو بيتألم. بيتكلموا عن احتكارها ليه وعزله ليه عن أهله وأصحابه، لدرجة إن وصيته إن أهله اللي يدفنوه كانت عشان ما بقاش عنده ثقة فيها. طلب أخير يفتح تابوت الأسرار، تشريح الجثمان لكشف المستور. في وسط الاتهامات دي كلها كان في طلب بيتقال بصوت عالي، طلب ممكن يفتح كل الأسرار المدفونة، المطالبة باستخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا عشان يتم تشريحه، وده عشان يبينوا سبب الوفاة الحقيقي ويكشفوا هل في إهمال طبي أو أي حاجة تانية حصلت في رعايته أدت لرحيله. القصة دي بتورينا قد إيه الألم ممكن يخلي النفوس تتصارع، وقد إيه الحقيقة ساعات بتكون أغلى من أي مصلحة، والكل مستني العدل ومستني يشوف مين الصادق في وسط كل التهم دي عشان ترتاح روح شيكا ويلاقي أهله حقهم.